الآن يا أرحم الراحمين أمن هذه الأرض العطشة التي تنتظر رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم بهذه الأرض، أنت أرحم بنا، أنت أرحم بهؤلاء الأطفال، أنت أرحم بها. واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجوع والضنك واللأواء ما لا نشكو إلا إليك. اللهم لا نشكو. ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صفيه ونبيه وخليله، فاللهم صل وسلم وبارك. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا. الله. كلنا مشمولون وداخلون في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل له يا معاذ اتق الله حيثما كنت. القيوم واتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يريد الشيوخ الركع، أن يغيث الأطفال الرضع، أن يغيث هذه الأراضي العطشة التي تأمل الغيث والمدد من رب رحيم غفور عظيم كريم لا يقابل عباده الذين عصوا، والكثير منهم هناك إن شاء الله إلا ما رحم ربي. ولكن أقول عن نفسي والله ماذا فعلنا أيها الأخوة؟ فنرجو الله سبحانه وتعالى ألا يقابلنا كما نحن، أن يعاملنا برحمته وعطفه وحنانه على هؤلاء الناس